غذاءهم. بيئة بيولوجية، بيئة اصطناعية. طبعا البيئة الطبيعية وهي التي تضم مركبات حية ومركبات غير حية وعوامل جوية وفيزيائية. البيئة الاصطناعية هو ما فعله الإنسان منذ وجوده على الأرض وإلى الآن. طبعا نتيجة احتكاك البيئة الاصطناعية مع البيئة الطبيعية الموجودة يكون هناك أو تتشكل مشاكل أو عوائق أو ما نسميه الآن بالتلوث البيئي. لذلك كيف سيعتمد الإنسان سياسته المعيشية، سياسته الإنمائية، الاقتصادية في سبيل استمرارية الحياة على هذه الأرض هو ما سنناقشه في عجالة، لأن الموضوع طبعا متشعب، وإذا أردنا الخوض في التفاصيل يحتاج إلى العديد من الساعات والمحاضرات للإلمام بتفاصيل البيئة، السياسة والعلاقة بينهما. ولكن أريد بداية قبل الخوض في هذا المجال. قرية كان فيها 100 بيت بقى 10 بيوت، اللي كان فيها 10 صارت كلها خراب. ايش قدمتوا او ايش عندكم مشاريع؟ والمنطقة مليانة من المنظمات اللي تقوم بهذه الامور. ذكرت حضرتك انه في غابتين بشلاغه وتربس بي قام ب 2013 ونحن الان في 23 اكثر من 10 سنوات. فلو تم إعادة هذه الأشجار منذ 2015-2016 لأصبحت الآن الأشجار اللي كانت تزرع مكان الأشجار اللي قطعت أكثر من 5-6 سنوات. فالإنسان الجائع لا يحمل بيئة، يحتاج إلى ملء بطنه، والإنسان المتبرد أو البارد يحتاج إلى التدفئة. فلذلك بهالمرحلة هاي بالذات تنصب كل الجهود إلى ملء بطن الإنسان الجائع ورفع يد الطفل البائس من الحاوية، وهذا ما نلاحظه بأم عيننا. ومن يريد أن يتأكد من هذا الأمر يذهب إلى المخيمات. إذا إنقاذ الإنسان هو الذي ينقذ البيئة، لأن الأوروبيين الأولويات عندهم قد امتلأت، فلذلك انطلقوا إلى مجال آخر يشكل خطر عليهم. اليوم أريد ننطلق من واقعنا، يعني نحافظ على واقعنا، نعرف في من تغيير مناخ على مستوى عالمي، ولكن كيفية نحافظ على بيئتنا. المواطن اللي عندنا لما بيروح على أوروبا ما يقدر يكب كالناس، يتعاقب فعلا المخالفات يعني ماديا ما بقى يسترجي يزيد قيمة الكولا أو هيك شيء. فعلا بسياراتنا في اسم، يعني بعضهم زرعوا ببيوتهم ولكن نجحت ما نجحت هذا أمر آخر، لأنه عملية المتابعة أيضا صعبة. أغلب المدارس اللي طلبوا منا أنه نزرع بالنتيجة طلع أنه ما اهتموا فيها بعدين. يعني بنطلق من هالمسألة هاي هي مسألة الثقافة وليست مسألة الجوع أو عدم وجود مي. غالبية شعبنا مسلم، غالبية شعبنا يصلي ويصوم، صح؟ أقصى أبعد قرية موجودة فيه يسقي شجرة،